السلام عليكم حبيباتي، كي راكم دايرين؟ غايه مرحبا بكم في قناه اكرم الاقتصاديه. وصفتنا لنهار اليوم كيكه بالتفاح المكرمل، خفيفه هشيشه والبنه تحفه. بلا ما نطول عليكم نمروا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير نحتاج الى 2 بيض بحراره الغرفه. نوصيكم دائما البيض ما في الكيكات دائما خدموا به بحراره الغرفه، ماشي بارد من الثلاجه. كاس الا ربع سكر، معناها كاس ماشي معمر، ناقص منه ربع. كاس الا ربع حليب، نص كاس زيت، مورفه صغيره خل، رشه قرفه، لافاني، والفرينه كاس ونص فرينه مغربله، ووحده خميره الحلويات. نبدو اولا نوجدوا الكراميل تاعنا في مقلاة، ماذا بيكم تكون شويه ثقيله. نديرو كاس تاع سكر وخلوها على نار قليله. نزيدوا له 4 مغارف كبار تاع ما، نخلط شويه ونزيد نص حبه تاع ليم نعصروها ونخلطوا شويه ونخلو على نار قليله. راني نقول لكم نار قليله باسكو الكراميل توجور نوجدوها على نار قليله، ما تزيدولهاش باش السكر تاعكم ما ينحرقش وتجي فيه ديك البنه تاع المروريه. نخلوها تغلي باش الماء هذاك الماء اللي درناه يتبخر. ها شوفوا من بعد ما الماء غلا وتبخر ها السكر بدا يذوب. هنا ماش دايب مليح باسكو علاه اللون تاعه مازال راه ابيض. شوفوا الفرق هنا كي ولا اللون تاعه ولا بني، ميم كي غادي تحركوا تحسوا بلي ما كاش حبيبات دوك تاع السكر، نعرفوه بلي صاير جاهز. نطفوا عليه. انا كنت ديجا كيك المول تاعنا مول قبل ما نبدا في الكريمه، وجدت المول تاعنا درت دهنته مليح بالمارغرين وستفت فيه الشرائح تاع التفاح تاعنا وستفوه بالطريقه اللي تحبوا. ونجيبوا الكراميل تاعنا وهي سخونه مباشره باسكو الا كنت تخلوها غادي تجمد لكم. ونفرخها فوق كامل التفاح تاعنا. نفرغوه بالخفه باسكو علاه الكراميل دير هكا تجمد. ونخلوه على جهه ونروحوا للكيكات تاعنا نخلطوها. بون في الباسينه تاعنا تبان بلي مسخه، انا هذيك غربلت فيها الفرينه على بها تبان بيضه كيما هكا. ندير البيض مع قرصه ملح، نطلعه شويه. وكاين البارح من درت لابوري وحده سقستني على شفتها في لي كومونتير، سقستني على الباتور. انا الباتور تاعي ماركه تاعه ماتريكس. ونزيدو السكر، نطلعوا السكر مليح مليح حتى يبيض الخليط باش نزيدو الزيت. بعد نزيدو هاك تشوفوا الخليط كي بيض، نزيدو لافاني ونزيدو الزيت تاني نخلطو مليح. ومن بعد نزيدو الحليب، شغل الطريقه المتداوله، البيض مع السكر من موراها الزيت من موراها الحليب. كاين بزاف اللي يديروا البيض من بعد يزيدوا الحليب من بعد الزيت. انا لا، نبغي البيض هو الاول مع السكر وعادك نزيدو الزيت ونخلو الحليب هو الثالث. ها شوفوا الخليط تاعنا كي بيض. والطريقه هاي قدامكم تاع الفرينه نخلطوه من تحت لفوق من تحت لفوق هكا باش الكيكه تاعنا تجي خفيفه. لا ما عندكمش هذه سباتول خلطوا نورمال بالمغرف تاع اللوح. هاي شوفوا كي خرج الخليط شباب. الفرينه تاكدنا بلي الفرينه كاع خلطناها مليح. دوك نزيدو المغرف ديك الصغيره تاع الخل السر تاعه ان يمد ديك الهشاشه الرائعه في الكيكات. انا دائما نديرها مع الاخر ما نديرهاش مع الاول. كي نكمل من الفرينه نديرها هو التالي. زدت رشه تاع قرفه تنجموا تستغنوا عليها. انا شغل قلت لكم بلي كاع الكيكات اللي يجوا فيهم التفاح انا نبغي القرفه باسكو القرفه تتماشى مع التفاح. ها شوفوا هنا كي جمد الكراميل تاعنا راح نزيدو فوقه الخليط تاعنا تاع الكيكه. ما تخافوش دوك هذاك الكراميل كي ندخلو للفرن دوك يعاود يطلق، ما يقعدش هكا جامد. نحرك
المولد تاعنا شويه باش ما تجيش جهه طالعه وجهه مهوده، وندخلوه يطيب في فرن مسخن مسبقا من تحت ثم من الفوق حتى يتحمر. راني ديتكم معايا للفرن، غادي نولي نولفكم هكاكم نطيب حاجه تروحوا نطلعوا عليها في رحبه. ها شوفوا ها راه تحمر في لي كوتي، كي شتناه تحمر كي شتاه تحمر شعلوا عليه من الفوق على نار قليله، ما طلعتهاش في الجهه الزوجه، خليتها غير في الرف الاول. علاه؟ باسكو علاه راه مازال خضر من الداخل، خلوه حتى كي يدخل له الطياب ودخلوا له الموس وطقوه نشف شويه، طلعوه وزيدوا له النار. هذه الطريقه تاع الكيكات باش تجيك طايبه سوا سوا. شوفوا من بعد ما حمارت لنا اللون تاعها شباب، ندخلوا انا صاي دخلت الموس ديجا بصح نوري لكم هنا. شوفوا كي خرج ناشف، صاي نعرفوها بلي راهي جاهزه. نجيبوا بلي راهي طابت، نجيبوا الطبسي تاعنا ونغطوها واحد من دقيقه حتى 2 دقائق. علاه؟ باش هذاك الكراميل اللي راه من تحت شغل يتشمخ، من نقلبوها ما تلصقناش. صاي انا صاي بعد مرور دقيقتين ولا دقيقه ما ديباسوش 2 دقائق، باسكو علاه الكراميل يجمد لكم يبرد شغل. هيا راهي درنا الطبسي ونقلبوه. شوفوا الكراميل اللي راه يسيل في لي كوتي، شوفوا خرجت تحفه مشمخه. هذه كاع ما تحتاجوش باش تسقوها، ولا غير داك الكراميل يعطي واحد الهشاشه روعه. ها راهي شوفوا النتيجه قدامكم كي راهي تشهي. انا نسين نقسم لكم طرف باش تشوفوها من الداخل كي جات، والله صدقوني تجي تحفه. انا هذه ديك كيكه ديجا درتها العام اللي فات في البروفيل تاعي بالايجاص كيما ولا كيما نقولوا لا حنا البعويد. تجيب كيما يقولك باي فاكهه تبغي ديريها، بصح بالتفاح تجيب لنا تحفه. هاي شوفوا كي جات مكرمله شكلها تحفه، زعما ما تحشمش يجيكم ضياف، زعما كيما يقولك تقلع لك حشمتك على بصح. شوفوا تجي مشمخه تاني مع ديك البنه تاع الكراميل كاع ما نحكي لكمش. انت على بالي بلي غادي تجربوها وتعجبكم. شوفوا كي راهي هشه، شوفوا لا بروف راهي تتفتت غير وحدها. شوف صدقوني والله لا جات بنينه 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 واحد الدرجه روعه. انا هذاك الطرف ديجا اللي قسمته من مورا اللي كملت التصوير ولا كليته. هيا جيسبر تكون عجبتكم وصفه تاع نهار اليوم، وما تنساونيش حبيباتي بالجيم والبارطاج كما يقولك لكي تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته.